السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. طبعا جايب لك النهارده نسختي فيرجن 45 بالشكل الجديد، نسخة واتساب اعمال معدلة. لو انت بتدور بقى على نسخة تشغل رقمك المحظور معدل او نسخة تعمل ربط حساب، فانا جبت لك النسخة اللي انت طالبها معانا في الفيديو النهارده. وانت من نفسك هتنزل تحط لايك على الفيديو اول ما تشوف الجمدان بتاع النسخة. فعايزك تركز لان النسخة اصلا بباسورد مكون من 6 ارقام. هقول الباسورد على 3 مرات في الفيديو بصوتي، فركز معايا عشان تعرف الباسورد. وقبل ما نبدا شرح في النسخه، ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات وتشترك في القناه لو انت مش مشترك، وحط لايك جميل على الفيديو لو النسخه عجبتك. جاهزين يا عتاوله؟ يلا نبدا الجوله، ويلا نفتح النسخه ونشوف شكل الجمدان. حرفيا حاجه في قمه الجمدان زي ما انت شايف كده. اول حاجه هنا اخواتي، وهنا المشاهير اللي هو الستوري والكلام ده، وهنا المصايب اللي هي المكالمات. تمام. انا حرفيا مش عارف ابدا لك منين ولا فين، بس النسخه حرفيا كل حاجه فيها جامده. وتعالى اول حاجه نخش نشوفها، الا وهي شكل الشات. واوري لك برضو في زرار كده في الشكل بتاع الشات. هقول لك كذا حاجه في قمه الجمدان حرفيا. تمام. وزي ما انت شايف كده، ده شكل الشات، حاجه طرش ما بتهزرش. وبرضو النسخه شغاله، كل حاجه فيها جامده حرفيا. هوري لك كل حاجه دلوقتي، علشان برضو في ناس بتقول لي انا بنزل نسخه مش بتشتغل مش عارف ايه. انا بعت رساله اهوت وبتوصل وعادي جدا. تمام. طيب، تعالى برضو في زرار تحت كده على اليمين، لو دوست عليه هيفتح لك قائمه كده زي ما انت شايف. اول حاجه هنا التذكر، وهنا التحديد، وهنا خلفيه فيديو، تقدر تحط خلفيه فيديو في الشات برضو. عندك هنا البرايفسي، وهنا الاعدادات، تقدر تخش على كل الحاجات من هنا. تمام. وعندك هنا ارفع ستوري مشهور، طبعا النسخه بترفع ستوريهات. وهرفع قدامك برضو دلوقتي عشان تتاكد. برضو هرفع اي ستوري عادي جدا. تمام. هحط مثلا نقطه اي حاجه وهقوم عامل ارسال. ودلوقتي الستوري فعلا اتحط. لو جيت على المشاهير ديت اللي هي بتاعت الستوري، برضو هتلاقي الستوري اتحط اهو زي ما انت شايف. تمام. عشان في ناس برضو بتقول انا بنزل نسخ معدله ومش بتشتغل او مش بتحط ستوري. تمام. النسخه حاجه في قمه الجمدان حرفيا. عندك هنا فيروس ايفون وفيروس اندرويد، وتحتهم على طول تشغيل بوت النسخه. برضو في بوت في النسخه، لو دوست عليها هيفتح لك قائمه البوت على طول. وقائمه الاوامر. تمام. تقدر انك بقى تحط الاوامر ديت لو حد يفهم يعني في البوتات، يعني مش فاهم ما تشتغلش فيها وخلاص. تمام. طيب، عندك هنا القنوات بتاعتي تليجرام وواتس ويوتيوب. تمام. طبعا لو جيت دوست على التواصل مع كيمو ديت هتلاقي النسخه عملت كراش بالشكل ده زي ما انت شايف. تمام. فده بيبقى خطأ من المطور نفسه بتاع النسخة، اللي هو المطور الأجنبي. تمام. ده مش خطأ مني والله، ده من خطأ بتاع الأجنبي. فأنت هتقوم قافل النسخة وفاتحها تاني، هتشتغل معاك عادي جدا. تمام. يعني عشان لو اتكرشت منك مرة من المرات، أنت هتخرج من النسخة وتقوم داخل عليها تاني، هتشتغل معاك عادي جدا. تمام. طيب، تعالى بقى ندوس على ال3 نقط اللي فوق. عندك هنا المزيد من المعلومات، وهنا طبعا رستر النسخة، واتكلم نمبر مش متسيف، واضافات كيمو. تمام. طيب، تعالى نخش بس في الاضافات اللي هنا الاول. عندك هنا ادوات الاعمال، اعمل روم واخربها، بي سي مشهور، ارسال رساله جماعيه. هنا التصنيفات، وهنا اجهزه مرتبطه، وهنا رسائل مميزه بنجمه، والاعدادات اخر حاجه. تمام. طيب، تعال نخش بقى على كلمه المزيد اللي فوق ديت، ونخش على اضافات كيمو. هيفتح معاك البرايفسي بالشكل الرايق ده لاول مره في مجالك، محدش نزله تقريبا قبل كده. تمام. اول حاجه، انا لو دوست عليها تدخلك على البروفايل، والبروفايل بتاعها زي نسخه الاعمال بتاعه الرسمي، يعني حاجه في قمه الجمدان زي ما انت شايف اهو. اكنك بتستخدم نسخه واتساب اعمال بتاعه المتجر. تمام. اتعامل معاها عادي جدا، مش هيحصل لك اي حاجه، ولا رقمك يتحظر، ولا اي بتنجان. فعايزك تركز. يلا يا مان. عندك هنا طبعا القنوات بتاعتي والبرايفسي والميديا والكلام ده كله طبعا موجود. والحاجه اللي هتلاقيها كلها انجليزي مش متعربه، اعرف ان هي ملهاش لازمه. تمام. عشان ما تعبش نفسي واتعبك معايا. عندك هنا طبعا الميديا، ارسال صور بدقه عاليه، وهنا ارسال مقاطع فيديو اكتر من 16 ميجا. وطبعا ديت الاعدادات بتاعت الميديا العاديه يعني. تمام. واخر حاجه ديت انك تقدر تبعت يعني بتاع ريكوردات اكتر من 16 ميجا والكلام ده. تمام. عندك هنا اعدادات النسخه، لو دوست عليها هتفتح لك الواجهه ديت. وطالما وصلت لحد هنا، خد اول جزء من الباسورد 33. يعني اول رقمين في الباسورد 3 عندك اول حاجه وضع الطيران، شاشه رئيسيه، شاشه المحادثه، تغيير شكل النسخه، واخر حاجه التاثيرات. لو دوست على وضع الطيران هيفتح لك ده زي ما انت شايف كده. تمام. عندك هنا الشاشه الرئيسيه برضو لو فتحتها تلاقيها مش متعربه، ففكك منها. عندك هنا شاشه المحادثه. وطبعا الاضافات ديت عاديه جدا، اللي هي بتاعت النسخ البلس العاديه يعني. تمام. عندك برضو هنا اول حاجه خالص اعدادات اعاده توجيه لاكتر من 70 الف شخص لاول مره في مجالك، يعني النسخه تنفع لبتوع الشير. وهنا ارفع نفسك ادمن في الجروبات. تمام. طيب، تعالى بقى نخرج ونخش في نكمل. عندك هنا تغيير شكل النسخه، تقدر تخليها مثلا شبه النستا والكلام ده. فكل ديت حاجات هلس يعني، فكك منها برضو. عندك اخر حاجه تاثيرات النسخه. برضو ديت التاثيرات، لو حد يعني هو بتفزلكوا بقى بيحطوا تاثيرات والكلام ده برضو عادي. عندك هنا اضافات كيمو. اول حاجه خالص قسم عدم التهنيج، وهنا قسم الاضافات الطرش. وهنا اضافات مش عند اي حد. تعالوا نخش على اول حاجه قسم عدم التهنيج. اول حاجه خالص عندك الا وهي استلام رسائل بسرعه. طبعا النسخة لو فعلت الزرار ده انت هتستلم رسائل عادي جدا من غير ما تهنج والكلام ده. عندك هنا ما تهنجش من فيروس صور.
ما تهنكش من فيروس اللوكيشن، ما تهنكش من كراش كول، ما تهنكش من فيروس الروابط، ما تهنكش من منشن جماعي، اخفاء لا، اظهار قراءة المزيد قصدي. تمام. عندك هنا ازالة حد الاحرف من الستيت، فعله لو مهنج. ما تهنكش من فيروس البوت 1، وما تهنكش من فيروس البوت 2. تعالى نخرج ونخش على قسم الاضافات الطرش. عندك اول حاجه خالص ارسال رساله كاعلان. تعالى برضو نفعلها واوري لك شكل الاعلان هيبقى عامل ازاي لو بعت رساله يعني. تمام. طبعا عشان تفعلها هتدوس عليها عادي، تخرج من النسخه وتروح تراستر النسخه عشان ما يحصلش معاك مشاكل والكلام ده. طيب تعالى نخش على اي شات، هنبعت مثلا نقطه، هتلاقي فيه كلمه ظاهره فوق كده اهيت. تمام. وظهر اخر كلمه خالص اد ده اللي هو اعلان يعني. تمام. فهي ديت الرسالة أول ما تبعتها بتظهر أكنها إعلان يعني. تمام. طيب تعالى نخش برضو نكمل في بقية الإضافات، وتعالى خد بقى تاني جزء في الباسورد أو تاني رقمين في الباسورد 7 8. تاني رقمين في الباسورد 7 8. ركز معايا بقى وكمل بقية الفيديو. عندك هنا ابعت وهتظهر تم توجيهها، ابعت في الروم وهتظهر تم تحويلها. تحتها على طول قراءة الرسائل، منشن جماعي قصدي في الرومات. عندك هنا عكس الرسائل لحظر الارقام او الاخصام، توثيق رقمك ضد الحظر برضو شغاله. عندك هنا ما دام ملوش لازمه ما تفعلوش. تحتها هنا اكتب ويظهر انك بتسجل ريكورد، ازاله حد الاحرف من الاسماء. عندك هنا اخفاء الارقام الغير محفوظه، وهنا اظهار خلفيات الفيديو في الشات. واخر حاجه خالص اخفاء ايقونه الترجمه اللي هي برضو بتبقى في الشات تحت جنب الارسال ديت. تمام. تعالى بقى نخش على اضافات مش عند اي حد، طبعا مش هتلاقي عند حد اصلا. اول حاجه خالص ابعت رساله اكتر من مره. ديت اول ما تفعلها بتتبعت كذا مره يعني. عندك هنا حرق النسخه بمكالمه برضو موجوده. عندك هنا ابعت رساله في 20، قلت لك قبل كده ديت مثلا لما بتفعلها بيبعت الرساله 20 مره يعني، لو كتبت رساله واحده بيبعتها 20 مره. عندك هنا ارسال روابط مشبوهه، تحتها قطع نت برساله. تعالى برضو نجربه عشان اللي يقول الحاجات ديت مش شغاله برضو اثبت لك في الفيديو ان هي شغاله يعني. تعالى برضو اخش على اي شات، هنراستر بس النسخة عشان الحاجة تشتغل معانا يعني. متعود كده أول ما تفعل زرار جديد راستر النسخة علشان يعني تشتغل على طول. تمام. طيب فتحنا النسخة اللي هي على الرقم التاني اللي هنرمي عليه قطع نت دلوقتي، هنبعت مثلا نقطة ونقطة كمان، ونروح على النسخة اللي احنا رمينا عليها ونحاول ان احنا نكتب اي حاجة كده ونبعتها. مفيش، هي كده بتعمل قطع نت. تمام. طيب عشان اقول لك بقى ازاي تفك قطع النت ده لو حد رماه عليك، هو بتفك انك تبعت رسائل كتير. بص كل ما تكتب رسائل اكتر وتبعت هيتفك بسرعه، شوف زي ما انت شايف كده. تمام. يعني ده حل قطع النت، اول ما حد يرميه عليك اعمل كده بالظبط، هتفضل تبعت رسائل كتير كتير، كل ما تبعت اكتر كل ما قطع النت بيفك عندك اسرع. تمام. اهو زي ما انت شايف كده كده هو فك خلاص. تمام. انما انت لو فضلت ساكت كده ما بعتش اي حاجه هيفضل قطع النت عندك شغال كده. تمام. او زي ما انت شايف برضو بالمناسبة ديت التحركات بتاعة الشات حاجة برضو في قمة الجمدان اهو زي ما انت شايف. تمام. انا حرفيا مش حرمك من اي حاجة، فعايزك انت بقى ما تحرمنيش من اللايك والاشتراك يا اخي بقى، ما تتعبناش. يلا بينا تعالى برضو نخش ونكمل. هروح انا بقى اقفل زرار قطع النت عشان ما انساوش متفعل، واروح ارمي على حد بالغلط والكلام ده ويفضل مهنج بقى والدنيا تبوظ. تمام. تعالى بقى نخش نكمل في الاضافات. عندك هنا كلين كاش اندرويد 10 واقل واكتر من 11. تمام. عندك هنا جنبها تحويل الفيديو لصوت. عندك هنا طبعا تقدر برضو تختار اي فيديو وتحوله لصوت او ريكورد عادي جدا وتبعته عادي. تمام. طيب عندك هنا حذف حساب لرقمك، طبعا لو دوست عليه تقدر انك تعمل حذف حساب بسهوله جدا خلال انك تكتب رقمك هنا على طول. وعندك اخر حاجه بقى اللي هي النسخ الاحتياطي والاستعاده، برضو تقدر انك تعمل نسخ احتياطي للنسخه وتعمل له استعاده برضو عادي جدا. تمام. اظن كده مفيش حد في المجال كله بينزلك نسخ بالجمدان ده، فعايزك تقدرني لان نسخه حرفيا تستحق التقدير لان طلع فيها عين ام حرفيا. تمام. فعايزك تقدرني كده وما تنساش بس تشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتحط لايك وكومنت على الفيديو، وخد اخر جزء من في الباسورد الا وهو 90. اخر رقمين في الباسورد 90. لو ما سمعتش بقى اول رقمين او رقمين في النص وقعوا منك روح دور عليهم شوفهم وقعوا فين. وطبعا نسيت اقول لك ان النسخه اصلا كل الايمو فيها ايفون زي ما انت شفت كده. يلا اشوف وشك على خير الفيديو الجاي، سلام.